حاجه الحاكم الضابط احمد وصل فيه الشغل كمان وقال لنا قال لكم كده الشاشه علني قال لكم هيسقينا ميه المكان. قال لك انا هعيد لك انتاج ميه المكان تشربها ماشي. يبقى انت اكيد في مصر يا معلم لما اقول لك ان جميع قضايا قتل المتظاهرين اخذت براءه، واللي قتلوا كلب اتحكم عليهم ب3 سنين سجن. خرج نفس اللي اسمه سيسي ده بيقولوا عليه رئيس، خرج قال لي ايه؟ مصر بتفرح وفجأة مصر بتولع. ده انت اكيد في مصر يا معلم. هو نفس الشخص خرج من كام شهر يقول لي مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، تحيا مصر. فجأة قال لي دي شبه دولة. احنا مش في دولة، احنا بنحاول نعملها دولة على اساس اننا طوال 7000 سنة كنا بنعمل ايه؟ قاعدين على الفيس ولا بنلعب صابوين؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ خرج بيشحت علينا جمع مليارات، جمع فلوس تعيش انت واولادك واحفادك تصرف فيها بدون ما تستثمر، تصرف بدون استثمار كده كلكم نايمين بس تصرفوا ما تخلصش ابدا. واقف يقول لنا مفيش عندك في مصر. يعني بمناسبة مصر، هي مصر دي مين؟ السيسي وال10 15 اللي حواليه. مصر هي ال 100 مليون، هي انتوا. بمناسبة الفلوس اللي جمع فلوس من جميع الدول العربية والأوروبية مليارات. أما الفلوس اللي جمعها من الداخل الصناديق بقى، صندوق 30/6، صندوق 3/7، صندوق دعم مصر، صندوق تحيا مصر، صندوق رعاية مرضى السرطان والإيدز، صندوق العشوائيات، صندوق قناة السويس، صندوق قناة السويس، صندوق صبح يا عم الحاج بتاع بوح، قصدي بتاع السيسي، صبح على مصر الجميل. طب المليارات اللي جمعها دي راحت فين؟ هنا السؤال، المليارات اللي جمعها راحت فين؟ مين اللي خدها؟ ولما تسأل المليارات دي مين؟ ولما تسأل المليارات دي رايحة فين؟ والفلوس دي رايحة لمين؟ طب بتجمعوها لمين؟ يقول لك لمصر. مصر دي مين؟ السيسي وال10 15 اللي حواليه. فأنت أكيد في مصر يا معلم. لسه مصدق الشاشة والجرانين؟ لسه رافض كلمتك؟ لسه الخوف مسكتك؟ لسه ما تعدتش أحلامك حدود الرغيف؟ اتكلموا وما تخافوش. ماذا وإلا دار الوشوش؟ لما أقول لك يا سائر يا حزين قل لي مين معك؟ بتصرخ في مين؟ ومين هيسمعك؟ الجيش ولا الداخلية ولا القضاء ولا الإعلام ولا النيابة؟ انت كبش كده في غابة اتفقوا ضدك الثعالب والكلاب والنيابة. يا حضرتك انت الغريب في دولتك، الكل عايز يسكتك. بلاش الاشواك، محدش معاك. ولون البلاد كاس الحيطان والجبال والبناء وكل مكان. يبقى انت اكيد في مصر. انت دي تعمل انتخابات واحنا نختار، مش واحد يفرضوه علينا عافيه وبلطجه مع فتح المطوه. حد ليه شوق في حاجه؟ انت محكوم تحت حكم دارفور. حتى لما يقول لك هنزل جميع الاسعار شهر 11 لعام 2015 قال لك جميع الاسعار هتنزل، وجميع الاسعار ارتفعت. حتى منتجات الجيش نفسه اسعارها ارتفعت. حتى الدواء منتجاته ارتفعت، اسعاره ارتفعت. البديل يا استاذ انك تعيش بحريه، البديل انك تعيش مختار. خذ من نفسك، انك تختار ايه؟ خذ من نفسك شويه، خذ من نفسك، خذ بالك من نفسك. البديل انك لما هكمل كلام، البديل ان احنا نختار اللي احنا عايزينه، مش واحد يجي عافيه وبطله ما فتح المطوه. البديل ان كل واحد يقوم بدوره، الدكتور يشتغل دكتور، والضابط يشتغل ضابط، والصنايعي يشتغل صنايعي. الجيش في العالم كله دوره يحمي وتعظيم سلام من الالف للياء. يحمينا يحمي امن البلد في الحدود البلد. دوره يحمي البلد، دوره يدافع عنك. دي وزاره الدفاع يحميك ويدافع عنك، والداخليه دورها تحميك وتدافع عنك في الداخل. الجيش دوره يحميك ويدافع عنك في الحدود، الداخليه دورها تحميك وتدافع عنك في الداخل.
دلوقتي دورهم بس يخدموا السيسي ويسبحوا بحمد السيسي، واللي يخرج ضد السيسي كمل انت، كمل انت. يكون عامله ارهابي. واضح؟ يكون عامله ارهابي. ارهابي وكمل كمل ماشي. واضح يا ابويا. عايز اقول لك بالبلدي كده بصراحه، بالبلدي كده مصر اتاخدت ورا مصنع الكراسي، بيتعمل فيها حاجات وحشه قوي 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 دلوقتي. حقيقه والله، حقيقه والله. واضح؟ البديل كويس انك سالتني. البديل حلو، بس ايه البديل؟ ايه شغل الايتام والارامل ده؟ مين البديل؟ ايه ده؟ ايه شغل الايتام والارامل؟ ايه لغه الايتام والارامل دي؟ مصر جالها كام رئيس وكام ملك؟ في كام رئيس وكام ملك حكموها؟ لسه هي مصر، لسه موجوده مصر. يجي شخص تافه يقول لي امبارح مصر يوم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، تحيا مصر. بعدها بكام يوم يقول لي دي شكل دوله، دي مش دوله، احنا بنحاول نعملها دوله. تاني هقول لك بنفس الاستهزاء والسخريه، طوال 7000 سنه كنا بنعمل ايه؟ قاعدين على الفيس ولا بنلعب سبويه؟ عندك سياحه بس لسه رافض دي كانت فتره صغيره من لسه المواطن رافض السياسي في المترو. لسه ما تعدتش احلامك. حد الرغيف